سلام. اليوم غادي نحكيو على شي حاجة غريبة وعجيبة في علم النفس الأسود. كيفاش واحد يقدر يدمر ثقتك بنفسك دون ما يضربك ويخليك تعتقد باللي انتي المشكلة. هاد التكتيكات كتستعمل في العلاقات وكتير ما يعرفوش باللي هما ضحايا. يلا هنبدأ. أول حيلة gaslighting. المتلاعب كيخليك تشك في واقعك، يقول ما قلت هكا أبدا، انتي كتحلمي، أو انتي حساسة بزاف. مع الوقت كتبدا تشك في ذاكرتك، في إحساسك، وتتصدق نسخة الواقع ديالو. دراسات أثبتت أنه هادشي كيدمر الثقة بالنفس تدريجياً وكيخليك تعتمدي عليه باش تعرفي الحقيقة. تاني حيلة emotional blackmail. كيستعمل الذنب أو الخوف. بعد كل اللي درت ليك، إذا ما عملتيش هادشي غادي نحزن ونمرض. أو الصمت الطويل باش تشعري بالذنب وترجعي تترجي. هادشي كيستغل قلبك الطيب وبيحولك لبابت. المراحل اللي كيحصل فيها التدمير. المرحلة الأولى يبدأ بكلام حلو مفرط، هدايا، اهتمام 24/7 باش يخلي الضحية تتعلق بسرعة. المرحلة الثانية devaluation. يبدأ يقلل من قيمتك، ينتقد، يستعمل gaslighting. انتي ما فهمتيش. المرحلة الثالثة guilt and control. emotional blackmail يدخل، كيخليك تشعر باللي انتي السبب في مشاكله وتضحي باش تصلح. النتيجة الضحية كتبقى isolated، تشك في نفسها وتدافع عن المتلاعب. هو طيب، أنا اللي غلطانة. حقيقة صادمة إضافية. الناس مع الدارك ترايت كيستعملوا اللمس الجسدي باش يتلاعبوا أكتر. دراسة 2025. اللمس كيفرز أوكسيتوسين، هرمون الثقة، فيخلي الضحية تثق أكتر رغم الأذى. هادشي كيزيد من صعوبة الخروج من العلاقة. تصدق؟ هاد التكتيكات موجودة حوالينا وغالباً ما منلاحظوش. إذا حسيتي بهادشي في علاقة، ما تتردديش، تحدثي مع حد موثوق أو طلبي مساعدة. شنو رأيكم؟ سبق لكم تعرضتوا لهاد الحيل؟ قولوا في الكومنتير. لايك، اشترك، الجرس لمعلومات نفسية غابرة يومياً. نشوفكم قريب. سلام.